مرحبا بكم يا أصدقاء في ملخص أنمي كاجوال ايج. الحلقة الأولى مشاهدة ممتعة. هذا هو كافكا، شاب عادي عنده 30 عام كيعيش حياته كيف كاع الشباب، فاقل راسو وسط عالم عامر بالوحوش الخطيرة، كائنات غامضة حتى واحد ما عارف منين كتجي ولا كيفاش خرجوا لهذا العالم ديال البشر. الحاجة الوحيدة اللي كتقدر تواجههم وتقضي عليهم اللي هما الفرق الدفاع او الفرق الخاصة اللي مختصة في القضاء على هاد الوحوش اللي سميتهم الكايجو. وعشيرنا كافكا اللي خدام في هذا الوقت في تنظيف بقايا جثث الكايجو بعد كل القتال ديالهم مع فرق الدفاع. وكيف اي واحد في هذا العالم ديالو كان حتى هو بغى يولي واحد من قوات خاصه، حيت المدينه ديالو دمرها واحد الكايجو قبل بزاف ديال السنين. ومن ديك الوقت صافي قرر هو واحد الصديقه ديالو اللي سميتها مينا انهم غاديين يوليو افراد من فرق الدفاع وتحادوا على شكون غادي يوصل منصب القائد هو الاول. وعدها بانه غيوقف في جنبها ويقتل جميع مخلوقات الكايجو، ولكن فاللي يقدر يدير كافكا هو يولي عامل النظافه ديال بقايا جثث الكايجو. اما الصديقه ديالو مينا فولات فرد من قوات الدفاع، مش اي فرد عزيزي المشاهد، فهي ولات القائده ديال الفرقه الثالثه في قوات الدفاع. وهذا الشيء اللي كيخلي عشيرنا كافكا معصب وكاعي حيت ما وفاش بالوعد ديالو ليها. والنهار اللي بعدو كافكا مشى للخدمه وتلاقى مع خدام جديد معاهم سميتو رينو اللي بالمناسبه حتى هو ناوي ينضم لقوات الدفاع. قالوا لي ان كافكا حتى هو كان باغي ينضم ليهم ولكن استسلم، ورينو ملي عرفو استسلم تعصب عليه وقال لي ما كنتش عارفك ضعيف على الدرجه، اما انا فما غنستسلمش حتى نحقق الهدف ديالي، وكيخليهم يمشي. اما كافكا فهاد الكلمات هادو خلوه يتقطع من الداخل. ومن بعد كيمشيو للخدمه ديالو وملي سالاو كافكا بقى كيتاكد من شي لعيبات قبل ما يمشي. تجا عندو رينو واللي كيطلب منه السماحه على داكشي اللي قال ليه قبيله وكيشكر على المساعده ديالو في اول يوم ليه. قبل ما يمشي رينو كيقول ليه انه راه رفعوا سن التقديم ديال قوات الدفاع ل 32 عام، وهذا هو العمر ديال عشيرنا كافكا. باختصار كنلمح ليه انه باقي امل باش يقدر يولي فرد في قوات الدفاع. وقال لي عاوتاني انني ملي قلت لك الصباح علاش استسلمتي كان كيبان على وجهك الحزن الشديد وانك كنت كتمنى تولي فرد من قوات الدفاع، ودابا هاي جات الفرصه لعندك وما تضيعهاش اخي كافكا، والامور كتبان بخير. وكافكا يلا بغى يشكرو ولكن على غفله كيخرج لهم كايجو من تحت الارض وكيكون قدامه نيشان رينو ويلا غيبلعو. كيتدخل الاسطوره كافكا وكيعتقوا في اخر لحظه، والكايجو كيعاود يهجم على رينو للمره الثانيه ولكن كافكا كيتدخل وكيعتق. وكافكا كيقول رينو سير دغيا على فرق الاباده انا غنعطلو بين ما هربتي. وبالفعل رينو كيمشي ويخليه مع الكايجو وكافكا كيحاول يشتت الانتباه ديالو وكيخليه يتبعو. وبالفعل هادشي اللي كيوقع وكيدير واحد البلاصه ضيقه وهو غادي هربان كيتفكر الصديقه ديالو مينا وكيقول فراسو انه ما كانش خاصو يوقع ليه هكا. ومن بعد الكايجو كيوصل عنده وكافكا كيقرر يواجهو ولكن منيتو هذا تيقدر يدير قدامه شو هو قداش والكايجو قداش. وكيضربوا الكايجو كيطيروا وعاود تبعو وضربوا مره اخرى وهرس ليه رجلو. وكافكا بغى يهرب ولكن ما قدر يدير والو حيت رجلو كاع تفرتكات كامله. ويلي اخي كافكا دغيا تودعنا وكيستسلم للامر الواقع. وفي اخر لحظه كيتدخل رينو قبل ما يلتهموا وكيجي يعاتب. ورينو كيقول لكافكا راه بلغت فرق الاباده هما جايين في الطريق، وهو كيشوف فيه شاف رجلو كاع مهرسه وقرر يواجه الكايجو ويحميه بين ما جاو فرق الاباده. وكيقول لي خاصني ندافع عليك وما نخليكش تموت حيت لما متي عمرني نقدر نولي فرد في قوه الدفاع. ولكن واش هذا منيتو اش غادي يقدر يدير قدام هذا الكايجو هذا؟ كضربوا الكايجو ولكن رينو كيصدمنا وبقى صامت ما وقع ليه والو حتى وصلوا فرق الاباده. ولكن كون ما وصلوش كان رينو غيموت. وفرق الاباده قتلوه في اقل من ثانيه وصحابنا بقاو مصدومين ملي شافوه. وكتكون هذه هي القوه ديال القائده او نقيف قوه الدفاع. ومن بعد كيمشيو للسبيطار باش يتعالجوا وكافكا في السرير ديالو كيفكر من داش من القوه اللي وصلت لها صديقه طفولته مينا. قال مع راسو عمره ما يقدر يوصل للنيفو اللي وصلت ليه دابا. في هاد اللحظه رينو كيهضر وكيقطع التفكير ديالو. قال لي كون ما عتقتينيش قبيله كنت غنكون دابا ميت، راه كنتي واعر في القتال ديالك مع الكايجو وما ترددتي حتى لحظه باش تساعدني. خاصك اخي كافكا ضروري تعاود تحاول باش تنضم لقوه الدفاع. وكافكا كيتشجع وكيقول لي عندك الحق، امتى غنبقى انا ديما خايف وكنهرب من الهدف ديالي؟ صافي هاد المره غنضم لقوه الدفاع. ولكن واش في نظرك الامور غتبقى بحال ماكا؟ لا لا لا. يلا سال الهضره ديالو خرج قدامه واحد الكايجو صغير كيطير. ويلي انت مالك اليوم مع هاد الكايجو اخي كافكا؟ وكيصدم من الكايجو وكيهضر وكيقول لي واخيرا لقيت. ويلاه كافكا بغى يغوت ولكن الكايجو ما عطلوش وتخشى ليه في فمو وخلاه مصدوم. في نفس الوقت الكايجو توغل ليه في الجسم ديالو وكافكا كيحاول يقاومه ولكن صافي مشى الحال. الكايجو سيطر ليه على الجسم ديالو 100%. ورينو سمع صداع وناض دغيا حيد الخاميه وكيشوف كافكا تحول الكايجو. ويلي صدمه بكل المقاييس. كافكا تا هو شاف راسو في المرايه وكيتصدموا بجوج هو ورينو. وكافكا كيحاول يكالمي رينو بسبب هادشي اللي وقع ليهم حتى كيخرج لهم واحد الراجل كبير في العمر
في البلاصه ملي شاف كافكا عيط على قوه الاباده، ورينو كافكا تفكروا قبيله اش وقع على داك الكايجو وكيفاش سقط له قوه الاباده. نيري كافكا نسخو دبر عليها، ورينو قال ليه يلا دغيا نهربوا راه غيكونوا دابا جايين في الطريق، وبصح كيكونوا كيستعدوا باش يجيو عندهم. ولكن كيفاش انسان عادي قدر يتحول لكايجو؟ وكيبان لينا انه باقي بزاف ديال الاسرار غنتعرفوا عليهم مع الوقت في هذه القصه الاسطوريه. ترى كافكا براسو ما فهم حتى حاجه من هادشي اللي وقع ليه، كان جالس في امان الله حتى بان ليه واحد كايجو صغير وتختلي في فمو استولى ليه على الجسم ديالو وحتى هو ولا كايجو. وهكا كتكون الحلقه الاولى سالات. الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير لايك سبسكرايب وكتب اي حاجه في التعليق وفعل الجرس باش يوصلك الجديد وتوصلك حتى الحلقه الثانيه اللي غتلاح في اقرب وقت ان شاء الله.